بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال: أي ولما دخل يوسف السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان، أي شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على يوسف ليعبرها. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وذلك الخبز تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله أي بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما، وقولهما إنا نراك من المحسنين أي من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسل ليوسف بإحسانه. أي لما أن رأى السياد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يدخلوه السجن لأجل أن ينقطع الخبر الذي شاع وذاع بين أوساط الناس، فرأوا من المصلحة مع أنهم قد تبين لهم براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، فدخل معه السجن فتيان أي شابان، يقال للشاب فتى، يقال للشاب فتى. وصادف أن هذين الشابين رأيا في منامهما رؤيا، كل واحد رأى منهم رؤيا فقصها على يوسف، فقد ذاع الخبر وشاع أن يوسف يعبر الرؤيا وأن عنده علم تعبير الرؤيا، وإلا لم يأتي إليه، وإنما دل ذلك على أنه قد شاع أن يوسف يعبر الرؤيا. قال نبئنا بتأويله أي بتفسيره وما يؤول إليه، ما تؤول إليه هذه الرؤيا، ما يؤول إليه أمرهما، إنا نراك من المحسنين أي من أهل الإحسان إلى الخلق، فأيضا هذا شاع أن يوسف محسن إلى الخلق، محسن إلى الخلق، فكما أحسنت إلى غيرنا أحسن إلينا بتعبير رؤيانا. قال فقال لهما مجيبا لطلبهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ما معنى هذه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه أي وقت، لا يأتي وقت الطعام، لا يأتي وقت الطعام إلا نبأتكم، مثلا
وقت قال العشاء أو الغداء. مثلا وقت الغداء يكون بعد صلاة الظهر، هذا وقت الغداء، يكون هذا وقته. قال إلا نبأتكما بتأويل هذه الرؤيا قبل أن يأتيكما، قبل أن يأتي الطعام. جاء وقت الطعام لكن لم يأتي الطعام، أو جاء وقت العشاء. وقت العشاء مثلا يعني بعد صلاة العشاء، وأنه كان في الزمن القديم قبل المغرب، هنا مثلا بعد صلاة العشاء. جاء وقت العشاء قال سأنبئكم بتأويله قبل أن يأتي الطعام، يعني مجيء الوقت وأعبرها في مجيء الوقت وقبل أن يأتي الطعام. مفهوم هذا؟ قال إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع أي أنفع لدعوته وأقبل لهما. أي رأى أن المصلحة أن يقول أني سأعبر الرؤيا في ذلك الوقت، لأن هذا الوقت فيه مصلحة بأن يدعوهما. رأى أن المصلحة في هذا الوقت أن يدعوهما، لعلهم لاجتماع الناس فيدعو جميع من في السجن إلى دين الإسلام، يبلغ دين الله ودعوة الله، يبلغ دين الله ودعوة الله. هذا وقت اجتماع الناس، فرأى المصلحة أنه ينبئهما بتعبير الرؤيا في هذا الوقت لكي يظهر للناس يعني فضل يوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك لكي يدعو إلى توحيد الله كما سيأتي معنا. قال ثم قال ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي، أي هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلي به، وذلك أي سبب تعليمي. هذا الذي سأعبر لكم الرؤيا، هذا العلم الذي أوتيته ليس من نفسي، ليس من تلقاء نفسي، ليس بذكائي ولا بقوتي، إنما هو فضل من الله ومنه من الله عز وجل. ذلكما مما علمني ربي، والسبب علمه الله بسبب ماذا؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال والترك كما يكون للداخل في الشيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال أن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. إني تركت، الترك يقال لمن دخل في الشيء ثم خرج منه، انتقل منه. ترك فلان العمل، ترك فلان مثلا يعني رجل يعمل في بقالة كان يعمل في هذه البقالة ثم ترك، يقال يعني أحمد كان يعمل في البقالة ثم ترك، يقال أحمد ترك العمل، يقال هذا من كان يعمل الشيء ثم انتقل عنه. ويقال أيضا لمن لم يدخل في الشيء أصلا، يقال أحمد ترك العمل في البقالة. هل عمل أحمد؟ لا، لم يعمل، وإنما ترك العمل أصلا. فلذلك قال فلا يقال أن يوسف كان على غير ملة إبراهيم. إني تركت ملة قوم، أي أنه كان على هذه الملة غير ملة إبراهيم ثم تركها، لا، هذا خطأ. فيوسف منذ ولادته على ملة إبراهيم، فهو ترك الشرك أصلا، فهو ترك هذه الملة أصلا، أي ملة غير إبراهيم، وكان على ملة إبراهيم منذ ولادته عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا إن شاء الله؟ قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم فسر تلك الملة بقوله أي أنا اتبعت ملة آبائي. ما هي ملة آبائك إبراهيم وإسماعيل؟ وما هي ملة آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ ما هي ملتهم؟ ذكرهم هنا، وإسماعيل أيضا. قال ما كان لنا
هذه ملتهم. ماذا؟ أي قال ما كان بقوله ثم فسر تلك الملة بقوله ما كان لنا، أي ما ينبغي علينا وعلى الناس، ما كان لنا أي ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم آباء يوسف، وهذا فيه دليل على أن الجد بمنزلة الأب. قال ملة آباء إبراهيم. إبراهيم أبوه ليس أبو يوسف، بل هو أبو إسحاق، يعني جد أبو يوسف، جد يعقوب. آباء إبراهيم وإسحاق. إسحاق أبوه؟ لا، جده. إسحاق جده، أبوه يعقوب. هذا دليل على أن الجد بمنزلة الأب. ما هي هذه الملة؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله بالتوحيد، ونخلص له الدين والعبادة. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. نعم، هذه أفضل نعمة وأجل نعمة، أن يوفق العبد إلى دين الإسلام، إلى توحيد الله عز وجل، وإلى الابتعاد عن الشرك. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي جميع الناس من هداهم الله، ليس كل الناس، لا، النعمة نعمة التوحيد، من هداه الله عز وجل إلى التوحيد ومن عليه بالانقياد لدين الإسلام، فهذه أفضل نعمة وأجل نعمة يمتن الله عز وجل بها على العباد، على من شاء من عباده. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائي، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلك ما سلكت. ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أنه يعني سبب الإحسان الذي رأيتماه في إنا نراك من المحسنين هو أن الله عز وجل أنعم علي وهداني إلى سلوك ملة آبائي، وهي القيام بالتوحيد والابتعاد عن الشرك. فأنتما، يقول يعني كأنه يقول للفتيين أنتما سبب تعظيمكم لي وإجلالكم ويعني رأيكم في أني من المحسنين، هذا بسبب منة الله علي أن هداني إلى دين الإسلام وسلكت هذا الطريق، طريق التوحيد، ومن علي أيضا بترك الشرك، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما. فينبغي عليكما إذا أردتما أن تكونا من المحسنين أن تسلكا ما سلكت، يدعوهما بالتلميح. فكما أنكم رأيتم أني محسن، فهذا بسبب سلوكي لهذا الطريق، فإذا أردتما أن تكونا من المحسنين فاسلكا ما سلكت، وحدا الله
وانقادا لدين الله، واتركا الشرك. ثم بعد ذلك صرح بالدعوة، دعاهما إلى دين الإسلام. قال: ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. دعاهما الآن، صرح لهما بالدعوة إلى التوحيد، وبين لهما أن دعوة غير الله، أن دعاء غير الله هذا باطل وهذا ليس خير. يا صاحبي السجن، أأرباب يعني آلهة التي يدعونها من دون الله، أأرباب متفرقون، أأرباب لا تنفع، عاجزة ضعيفة، متفرقون أي ليسوا واحد، بل وليسوا من جنس واحد، بل من أجناس مختلفة، من أحجار، هذا يعبد الأحجار وهذا يعبد الأشجار وهذا يعبد الملائكة وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر وهذا يعبد الصالحين وهذا يعبد الأنبياء وهذا يعبد النجوم، متفرقون. هؤلاء المتفرقون كل واحد يعبد شيء، خير أم الله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ وهم مقرون بهذا، بأفعال الله مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، كما تقدم مر معنا أنه لم ينكر أحد توحيد الربوبية إلا أفراد كفرعون وأفراد قليلة، وإلا أكثر الكفار والمشركون مقرون بتوحيد الربوبية. قال لهم: هؤلاء العجزة الذين لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون خير أم الله الواحد القهار الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ولا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته وقدرته، قال: ومن المعلوم أن من هذا شأنه وصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها، ولهذا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء ما أنزل الله بها من سلطان. أي ومن المعلوم متقرر أن من هذا شأنه أنه واحد في أفعاله وفي صفاته وفي ملكوته، متفرد بالخلق، خير من الآلهة المتفرقة، التي لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وما هي إلا مجرد أسماء هم سموها آلهة، إلا ما هي آلهة، ملائكة أو أنبياء أو أشجار أو أحجار أو نجوم أو شمس أو قمر، قالوا آلهة، هم اللي سموها فقط، اخترعوا لها الأسماء، كما قال: ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أنتم التي سميتموها آلهة وهي لا شيء، لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع ولا فيها شيء من صفات الألوهية ولا لها شيء من صفات الربوبية، لا تخلق ولا ترزق، لا تنفع ولا تضر، فلماذا تصرف تعبد من دون الله
فلماذا تعبد من دون الله والله هو خير من هذه الآلهة؟ قال ما أنزل الله بها من سلطان، أي بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل وبرهان على أنها آلهة، بل أنزل الله عكس، وأنها هذه مألوهات باطلة وآلهة باطلة، ولا يجوز أن تعبد من دون الله، ولا يجوز أن تعطى شيء من خصائص الله. قال وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. يوسف بلغ، وهذا هو الواجب على الأنبياء والرسل، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ. الرسول عليه البلاغ، أما الهداية إلى الطريق وإلى الصراط المستقيم هي بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق والإلهام، وما أثبت الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والإرشاد. هذه هداية الدلالة والإرشاد يقوم بها الأنبياء وورثة الأنبياء، العلماء والدعاة الذين يبينون للناس طريق الهداية، فهؤلاء يقومون الأنبياء وورثة الأنبياء. ما هو الهداية التي على أيديهم؟ أن يبينوا للناس فقط، لكن أن يدخلوهم إلى دين الإسلام ويوفقوهم هذه بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيوسف بلغ وبين أن بين لصاحبي السجن أن الواجب عبادة الله وحده وترك الشرك، وأن هذه الآلهة التي من دون الله ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ليس عليها دليل ولا حجة، بل أنزل الله الدليل على أنها باطلة، والله عز وجل هو الذي يبين الطريق وهو الذي يشرع الشرائع، فإذا بين أنها باطلة فما علينا إلا أن نتبع، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى النعيم، الموصل إلى رضوان الله عز وجل، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وهذا بسبب الجهل. فكلما جهل العبد كلما كان أقرب إلى الوقوع في مخالفة الصراط المستقيم. كلما كثر جهل العبد كلما بعد عن الطريق القويم وعن الصراط المستقيم، وكلما تعلم العبد كلما قرب إلى الصراط وتمسك بالطريق القويم. فالجهل سبب للبدع، سبب للوقوع في الشرك، سبب للوقوع في الكفر، والعلم داء
لكل الأدواء من البدع والضلالات والخرافات والشركيات. فمن هنا ينبغي على العباد، على المسلمين جميعا، أن يتعلموا أمور دينهم، أن يتعلموا أمور دينهم. واجب أن يتعلم العبد أمور دينه، أمور دينه. كيف سيعبد الله وهو يجهل عبادة الله؟ كيف سيعبد الله وهو يجهل عبادة الله؟ كيف سيوحد الله وهو يجهل التوحيد؟ كيف سيجتنب الشرك وهو يجهل الشرك؟ فلذلك ما وقع الشرك في الزمن المتقدم وفي هذا الزمن بكثرة إلا بسبب الجهل، بسبب جهل الناس، وبسبب دعاة الجهل، دعاة الضلالة، الذين يصدون الناس عن طريق الحق، يزعمون أنهم علماء، قد يكون عندهم شيء من العلم لكن يتبعون أهواءهم في العلم، لا يتبعون الدليل، يتبعون أهواءهم. وهؤلاء أشر، وهؤلاء يعني أخطر على الناس، أخطر على الناس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ هؤلاء الذين عندهم علم لكن سخروا هذا العلم باتباع أهوائهم، لا باتباع الدليل، لا باتباع الدليل. فلذلك ضلت بسببهم، ذلك ضلت بسببهم. فالعلم كما تقدم معنا داء دواء، ليس داء، دواء، أخطأت قلت داء مرض، دواء. العلم دواء للعبد من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، من الوقوع في الفتن، من الوقوع في البدع، من الوقوع في الشركيات، من الوقوع في الكفر. والجهل داء، مرض. نعم. ونضرب مثال بسبب الجهل الذي أصبح عند كثير من المسلمين وصاروا يزهدون في باب العلم، وهذا لا ينبغي. وأنت يا طالب العلم أنت تحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن تكون عندك همة وعزيمة لكي ترفع الجهل أولا عن نفسك وكذلك عن الناس، ثانيا عن الناس. أنت تتعلم لكي ترفع الجهل عن نفسك أولا، والأفضل والأمر الثاني أن ترفع الجهل عن غيرك. المسلم يتألم عندما يرى المسلمين يقعون في البدع والمخالفات والمحرمات بسبب الجهل. قلنا نضرب مثالا بسبب فشو الجهل. صارت الآن المخالفات والمنهيات عند كثير من المسلمين هي السنة وهي الدين، وصارت السنة واتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الضلال وهو الانحراف. أليس هذا أمر مشاهد؟ مثلا باب الإزار، إسبال الإزار، إسبال الإزار. الآن كثير من المسلمين يرى أن السنة الإسبال، صح أو خطأ؟ يرى أن السنة الإسبال،
وأن من لم يسبل هذا على ضلالة، جاء بدين جديد، جاء بدين جديد. أليس صواب هذا؟ أن الذي يرفع إزاره إلى نصف الساق أو يعني ما فوق الكعبين أن هذا جاء بدين جديد، هذا منحرف، هذا ضال. في باب الجهل هذا المسبل هو الصحيح، هو على الطريق القويم، والذي هو ليس بمسبل هذا جاء بدين جديد، هذا ضال في باب الجهل. لكن في باب العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا لم يعلم أو قد لبس عليه، قير عليه هذه الأحاديث، وإلا أين ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار؟ لا يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل، أي المسبل إزاره. أين هذه الأحاديث؟ كبيرة من كبائر الذنوب، الإسبال كبيرة لا يتهاون فيها العبد، كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الجهل عكس القضية. وأيضا في باب اللحية أصبح الآن أن من أطلق لحيته هذا متشدد، هذا جاء بدين جديد. من الذي جاء بدين جديد؟ من الذي جاء بدين جديد على حد زعمك؟ هل هو المتعلم الذي يطلق لحيته أم الذي يقص لحيته؟ في باب الجهل الذي جاء بدين جديد نعم الذي يطلق لحيته، لأن الشيطان باب الجهل من رئيسه؟ باب الجهل من الذي يملي عليهم فيه؟ من يكون عالمهم فيه؟ إبليس. قال الله عز وجل عنه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. توعد إبليس بأنه يضل وأنه يزيق العباد. فمن جهل لم يتعلم دين الله تخطفه إبليس في حزبه وجعل يملي عليه إبليس، يعلمه اللحية، هذا دين جديد تشدد. طيب دين جديد تشدد، من الذي قال لك؟ إبليس وأعوانه، إبليس وأعوانه. لكن تعال إلى شرع الله، من الذي يشرع لنا؟ أليس الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى؟ بلغت حد التواتر بالأمر بإعفاء اللحية. خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. إذن من الذي جاء بدين جديد؟ من الذي غير وبدل؟ الذي أرخى لحيته أم الذي يحلق لحيته؟ الذي يحلق لحيته. لكن بسبب الجهل انقلبت المفاهيم. فهذا يدل على خطر الجهل، وأن الواجب على المسلم أن يسعى في التعلم وتعليم غيره. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.